الاس كي السر بينه وبين ان هو يصور لي اغنيه مع تحياتي كل مدمر حياتي، اغنيه حياتي باذن الله يعني. مش عايز حاجه اكتر من كده يعني مع تحياتي دي امنيه حياتي. مع تحياتي لامنيه حياتي دي امنيه حياتي. وان شاء الله طيب. يعني باذن الله يعني في طبعا اكيد طبعا بعد نزول الالبوم في طبعا البوم تاني وفي ثلاثه ان شاء الله يعني مش هسكت يعني ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك يا رب. في كليبات جايه برضه. في حفلات قريبه او في حاجه هتظهر فيها الفتره الجايه ولا لسه برضه انت؟ ان شاء الله عند حفله يعني انا قلت اول حفله اعملها اعملها في بلدي في المنصورة. انت قلت لي منين؟ منيا. تمام. انا من منيا وقرية شارونة يعني. تمام. طبعا عشان خاطر اهل بلدي فانا طبعا عشان بحب بلدي طبعا اللي ملوش غير في اهله ملوش غير في اي حد خالص. فانا عشان كده قررت ان انا اول حفله ليا تبقى تعملها في المنيا ان شاء الله. ربنا. بس الكلام ده يعني بعد الانتخابات يعني ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله نعمل حفله بعد الفتره الجايه يعني باذن الله. باذن الله هتكون اول حفله ليا وعلى استاد مغاغه في المنيا. في الاستاد. وهتغني برضو فيها الالبوم كله ولا في حاجه جديده هتغنيها؟ لا البوم كامل مع برضو بجانب اغاني يعني اللي هي برضو اغاني قديمه قبل الالبوم صح؟ في اغاني لا مش في اغاني بقى مطربين يعني هتغني اغاني الناس يعني اغاني اللي انت بخلت علينا ان انت تغني لنا حته صغيره منها. والله انا بجد يعني بسبب الالبوم دوت انا نسيت كل الاغاني. مش هصدق والله. انا مش فاكر حتى الاغاني. انت طب احنا دلوقتي سمعنا افترى وسمعنا اول كوبري الجامعه ويا سعد يا بختي وهنسمع مع تحياتي. تغني لنا ايه تاني من الالبوم؟ حاجه حته صغيره كده من الالبوم. من الالبوم كده يعني حاجه من الالبوم بتاعك. من كده يعني خلاص. انا لو حبيت اغني ممكن اغني افترى ولا خلاص؟ لا احنا خلاص احنا زهقناها عايزين نسمع حاجه تانية بقى. نسمع حاجه تانية غير اللي احنا غير مع تحياتي. مع تحياتي هنسمعها في اخر الدم يبقى ميه. الدم يبقى ميه. طب نسمعها. الدم بقى ميه ما بقاش في حنيه. الدم بقى ميه ما بقاش في حنيه. ولما تذل غيرك بقت حاجه عاديه. لا 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 حد يحس بيك ولا عين تبكي عليك. لا حد يحس بيك ولا عين تبكي عليك. ولما تحس بجرحك الكل فرحان فيك. الناس بقت حيتان والحب ملوش مكان. الناس بقت حيتان والحب ملوش مكان. خلاص كده. يعني انت ربطت بين احمد الصياد والحيتان اللي موجوده في في الاغنيه. يعني انا حاسس ان الاغاني كلها اللي انت عاملها يعني فيها شخصيتك فيها احمد الصياد. الدم بقى ميه ديت عاملها يعني للناس اللي عماله تقتل في بعضيها والناس الاخ اللي بيسيب اخوه. يعني انت حابب تعملها اغنيه اجتماعيه يعني؟ انا عامل برضه عشان مش ليا انا بس لوحدي يعني. انا ممكن مثلا واحد صاحبي يكون مر بمشكله فبرضه بديله الغنوه ديت يعني. يعني الدم بقى ميه ديت للاخ اللي بيسيب اخوه، الاخ اللي بيقتل اخوه، للصديق اللي بيسيب صديقه في وقت الشده برضه، للناس كلها. بس انت الصداقه لها معايير كبيره عندك يعني. طبعا يعني انا طبعا مش عايز انسى طبعا الصديق الشخصي واللي احنا متربيين مع بعضنا. الاس كي ولا اس تاني؟ لا من 20 سنه اخويا وحبيبي هو مطرب على فكره ومؤلف وملحن في نفس الوقت. ومش عايز اقول لك اشتغلت معاه في الالبوم؟ لا ما اشتغلتش معاه. طب فين الصداقه بقى؟ ما انا عايز اقول يعني انت قلت لي صديقي ووقف معايا وانتج لي. شوف صديقك هو ما كانش معاك. هو كمؤلف وملحن يعني بعد الالبوم الاغاني بتاعته يعني يعني هو لسه ضعيف في الكتابه تقصد يعني او لسه لا راجل شاطر جدا في الكتابه. بس المشكله ان هو الموهبه بتاعته ظهرت في الكتابه بعد الالبوم. بعد ظهور الالبوم يعني وبعد ما اخترنا الاغاني. يعني ربنا يكرمك الالبوم جاي مثلا موهبته تظهر في الاخراج فيخرج لك الكليب. طبيعي هو اصلا بيحبني. هو معايا كده وكده اصلا سواء يعني الالبوم كمل او الالبوم ما كملش هو موجود معايا. هو صديقك مطرب ومسك لي شغلي اداره اعمالي. ربنا يوفقه يا رب ويوفقك. حبيب قلبي احمد عبد المنعم. ربنا يوفقه ويوفقك يا رب باذن الله. فعندي حاجه كبيره جدا احمد. ربنا يخليه لك. انت وافي لناس كتير جدا. الحمد لله رب العالمين. طيب انا مبسوط جدا يا احمد ان انا كنت معاك النهارده
وطبعا كل الناس اللي سمعتك، انت حد هادي ولذيذ جدا، وبنشكر كل الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا في الحلقه مع احمد الصياد، وهنسمع مع تحياتي. بس قبل ما اسمع مع تحياتي ايوه لازم أمنية حياتي. لا لازم اقول حاجه. قول ان حاجة. شاء الله يعني. انا اول حاجه انا بشكر المنتج بتاعي، مش منتج اخويا برضو، SK. احنا شكرناه النهارده يجي مثلا عندنا بحبه 10 اغاني جداً. شكرناه 10 مرات. لا انا بحبه جدا، ربنا يخليه لك يا رب. وبشكر طبعا والدي ووالدتي، ربنا يخليهم. وبشكر اخواتي واهل بلدي كلهم عشان ما انساش اسامي صراحه يعني. وبشكر اصحابي اللي وقفوا جنبي وحبوني جدا من قلبهم. صح. وبشكر يعني الناس اللي كانت قدام مني بكلام احسنت يا نجم، ان شاء الله تبقى مطرب، ومن وراك بكلام تاني من ورا مني للمنتج، سواء للمنتج ولا حد. سيبك منه وسيبك منه، مع ان احنا كنا عايش وملح مع بعضينا كتير. طب تيجي نغني لهم مع تحياتي؟ فانا اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. لا اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، اقول لهم مع تحياتي، وربنا يسامحكم، ونقول لهم مع تحياتي. بس عايز اقول لهم يعني ربنا فوق. بس يعني كما بص يعني مش عارف اجيبها لك ازاي بالظبط يعني. عايز اقول لك ورزقكم في السماء وتوعدون، رزقي اخده غصب عنكم، ما فيش محتاجه. وصراحه يعني عايز اقول لهم ابعدوا عني، سيبوني في حالي، سيبوني المعنى صح، سيبوني اغني، ايه المشكله؟ طبعا. اطلع السلمه يعني، ايه المشكله؟ طبعا هو انت هتثبت نفسك وهتثبت وجودك بشغلك، مش بكلام الناس يعني. شغل بس يعني في يعني طب ليه انا ما عملتوش حاجه؟ معلش. طيب نسمع بقى مع تحياتي. وبهديهم بقول لهم مع تحياتي لكل من دمر حياتي. تمام. ليهم. تمام. هم اكيد عارفين نفسهم. خلاص اكيد يعني. اللهم وسلم وبارك وانعم على حبيبنا كل دقيقة والثانية، وفي الجاية وفي الرايحة، قليل البخت في الدنيا يلاقي الحزن في الفرحة. مع تحياتي لكل من دمر حياتي، مع تحياتي لكل من زود قضاء، مع تحياتي لكل من دمر حياتي، مع تحياتي لكل من زود قضاء. ركبت بحر الحياة موجة ورا موجة، ومشيت في كل السكة بالسلكة والعوجة، ملقتش صاحب بينفع في الشدة والحوجة. أنا شلت هم الكل ولا حد شال همي، اللي ياخدني خوانا واللي يزيد همي، واللي ويسيبني متغني. مع تحياتي لكل من دمر حياتي، مع تحياتي لكل من زود قضاء. Threat has been detected. Threat has been detected. مكتوب أعيش سواق، مفرحش في الأفراح، مرتاحش في المروح، تعبت نفسي ارتاح، بداوي جرح الناس وانا اللي كل جراح، معرفش الموضوع، بضحك وانا مخدوع، بضحك وانا موجوع، بضحك وكل دموع، من كتر حزني يا ناس حزني بقى الفروع. مع
تحياتي لكل من دمر حياتي، مع تحياتي لكل من زود قضاتي. فيها الجديد والحديث يوم بيوم، ميرسي جدا يا احمد. الشباب أهم المواضيع فيها.